لو كانت كرة زيزو اللي جت في العارضة ديت دخلت في اليوم ده، ما كانش زمان انا كهلاوي قاعد احتفل معاكم كلهم يا جدعان عايشين على نفس النغمه دي. لو كوره مش عارف مين جت، لو مش عارف مين سجل، لو انما انا بحتفل بالبطوله، ده الواقع. انتوا على المواقع، انتوا دلوقتي عمالين تهروا وتغلوا علشان الاهلي خد البطوله ديت من ساعتها والله العظيم. لكن انا كاهلاوي لو كنتوا خدتوا البطوله ديت مني ما كنتش هظهر لا على ميديا، ولا كنت اصلا هتكلم في كوره تاني مع اي زملكاوي. ده انتوا دلوقتي ما بتخلوناش نتكلم معاكم لما كسبتوا السوبر الافريقي، هتكلمونا لما كنتوا خدتوا نهائي القرن. بس سبحان الله احنا جمهور سلكان، ربنا حاسس بينا والله العظيم عشان عارف ايه اللي هيتم. القاضية ممكن على العريس يا جدعان محمد مجدي قفشه. المشكلة يا جدعان ان محمد مجدي قفشه هو سبب نكد عليهم طوال حياتهم وبيحبوه. والله العظيم بجد عشان الواد ده في شيء لله يعني، من الاخر يعني. الاهلي يا جدعان في اليوم ده عمل ماتش. انا فاكر الماتش ده، مش عايز افتكر لان في الماتش ده الضغط عالي عليا وليمون بقى وبتاع والدنيا كانت بايظه خالص. كنت قاعد بتفرج مع والدي، اقسم بالله يا جدعان الماتش ده كان حرقان دم. الزمالك يا جدعان فنيا في اوقات كتير جدا كان احسن من الاهلي. الاهلي برضو ضغط الزمالك فترات كبيره، ولكن يا جدعان البطوله ديت اقسم بالله بالنسبه لي من اغلى البطولات. انا كنت فاكر ان بطوله 2006 اغلى بطوله. لما جت البطوله ديت حسيت احساس مختلف بقى. يعني انا حسيت ان احنا ما خدناش افريقيا قبل كده. بطوله غايبه عنك بقالها 7 سنين وبتاع والدنيا بايظه معاك خالص. تخيل انها غايبه عني بقالها 7 سنين، كانت ساعتها غايبه عن الزمالك بقالها بتاع 19 سنه ولا حاجه. وانا بالنسبه لي ما كنتش عارف اعيش اصلا في ال7 سنين دول. يعني ما كنت بتكلم كوره مع اي حد ما كنتش ببقى عارف اتكلم. مش عارف، انا مش بطل افريقيا بقالي 7 سنين، الموضوع صعب بالنسبه لي. البطوله ديت يا جدعان بعدها بقى الزمالك اتنحى وبره، ما بقاش شايف حاجه. الزمالك الاهلي قضى على جيل كامل، قضى على مستقبل احلامهم وفضى الزمالك. الاهلي اللي فضى الزمالك والله، لان بعد كل اللعيبه الجامده اللي في الزمالك بعد البطوله ديت بقت عماله تمشي واحد في واحد. خلاص كانوا حاطين امل بقى ان هم يلعبوا كاس عالم والدنيا حلوه ومش عارف ايه. بعد كده لقوا نفسهم بيلعبوا في دوري وكاس، وبيطلعوا من حصالات، بيطلعوا حصالات في مجموعات افريقيا. فالدنيا باظت معاهم خالص. انا بقى الاهلي الحاله اتبدل معاه من بعد البطوله ديت. مفيش نهائي في افريقيا إلا لما كان بيلعبوا، وخسر نهائي واحد من ساعتها، نهائي واحد بس اللي خسره من ساعه البطوله دي. فيا جدعان مش هقول لك بقى ان احنا رفقا بيهم، لا شدوا عليهم. انا بقى يعني الاهلاويه لازم تشدوا، لان في اليوم ده احنا عمرنا ما هننساه، لان هيجي لهم الذكرى بتاعت السوبر الافريقي دول هيطلعوا يعملوا افلام هندي. يعني تخيل انا بحتفل ببطوله افريقيا، هم هيحتفلوا بالبطوله ديت. مبروك علينا يا جدعان البطوله، وان شاء الله تتعوض تاني وتالت ورابع. و... وانا بالنسبه لي مهما اتكلم ومهما اوصف في اليوم ده مش هقول لك انا فرحت قد ايه. اكيد كلكم فرحتوا نفس الفرحه، يعني انا مش هفرح فرحه مختلفه. بس الماتش ده يا جدعان بالنسبه لي اغلى ماتش في تاريخ النادي الاهلي. اقسم بالله بعد البطوله ديت بقى يعني كان 2006 جه نهائي القرن، دي اغلى بطوله في حياتي. وبعدها 2006، وبعدها البطوله بتاع الوداد اللي انا خدتها في 2022 من اللي انا خدتها في 2023 من كازا، من ملعب مراقب محمد الخامس سابقا، محمد عبد المنعم حاليا. فجدعان مش هقول لك رفقا بيهم، لا ادوهم.